لو ابنك أو بنتك مش عارف يفرد إبهام إيده، ما تقولش ده بيتدلع أو بيعند، ده ممكن يكون حاجة اسمها إصبع زنادي خلقي ولازم تاخد بالك. ولو ما تعرفش يعني إيه إصبع زنادي هتلاقيني عامل عنه أكتر من فيديو هنا على الحساب، اتفرج عليهم عشان تفهم القصة. إنما ببساطة الوتر اللي بيتني الصباع بيتخنق ويعلق، ولو ضغطت بإيدك هنا عند قاعدة الإبهام مكان ما أنا بشاور بالظبط هتلاقي زي كلكيعة صغيرة. ورغم إن اسمه خلقي إنما دي تسمية خاطئة، الطفل ما بيتولدش بيه، دي حاجة بتحصل في خلال السنة الأولى من العمر في 3 من كل 1000 طفل. طيب يا دكتور بنعمل له إيه الإصبع الزنادي الخلقي ده؟ لو الطفل أقل من عمر سنتين والإبهام مش ثابت في وضع التاني، يعني بيتفرد أحيانا، ممكن نعمل له شوية استرتشات ونلبسه كبيرة إبهام وإن شاء الله ممكن يتحسن. 30 ل 60% من الأطفال بيتحسنوا قبل عمر سنتين، لكن لو الطفل عمره أكبر من سنة والإبهام متني على طول، هنا لازم نتدخل جراحيا. والعملية بسيطة جدا والجرح صغير جدا والنتائج ممتازة جدا. الطفل بيرجع يستخدم ايده بشكل طبيعي في وقت قصير خالص. الاصبع الزنادي الخلقي مشكلة بسيطة جدا لو انت مركز مع طفلك، بس لو اتأخرنا وقتها المفصل نفسه ممكن يتيبس ووقتها هتبقى المشكلة اكبر. لذلك لو لاحظت اي حاجة غريبة في حركة ايد طفلك ما تترددش ويا ريت تروح لدكتور عظام ثقة. ولو حاسس انك استفدت والموضوع كان جديد عليك تابعني واعمل لايك وشير، يمكن تنقذ صباع طفل.